واستكمالا للمباراة الكارثية اللي قدمها الزمالك. بص المساحة دي كلها اتلعبت في ظهر الدفاع، عرضية، عواد بيتفرج، هدف التعادل. انا بجد والله مش فاهم ايه اللي بيحصل يا جماعة. ده طلائع الجيش، طلائع الجيش مش فريق بينافس على الدوري. تعالى بس اما اقول لك انا لسه ما خلصتش. بص السبرنت اللي هضربه احمد متعب الباك الشمال لطلائع الجيش بدون اي رقابة من اي حد، وصل للتلت الاخير. هتكمل، هيوصل ل 18 بسهولة جدا في ظل سرحان عمر جابر ومحمد شحاتة. كرة لعب بالعرض، كان ممكن طلائع الجيش يسجل الهدف الثالث. لا، ما انا مش هتنقط لوحدي. في ظل ما احنا قاعدين 70 دقيقة عشان نخرج بالكورة، طلائع الجيش بكل سهولة بيوصل للتلت الأخير وانفرادات باتنين باص، مش أكتر من كده. اتفرج كده الهجمة التانية بكل سهولة، اللي فات كوم والكرة دي كوم تاني لوحده. أنا وحش؟ بس اديني حقي. أنا ما استاهلش طبعا، بس ايه علاقة دي بضربة الجزاء؟ اديني حقي يا عم. سؤال غريب سخيف متكرر، إجابته معروفة. ليه الفضايح دي ما بنشوفهاش غير معانا؟ ليه ما بنشوفش الحاجات دي مع فرق تانية؟